السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد. صلوا على النبي يا جماعة. النهاردة يوم جديد في الشقة. الشقة دي من ساعة ما دخلتها والله العظيم يا جماعة وانا مش عارفة امشي ومش عارفة اكمل فيها اي حاجة. وكل ما اروح مرة عشان خاطر نشيل الحاجة اللي فيها واروقها وكده لازم يحصل لي حاجة بعد، يعني في يومها كده، واقعد فترة كبيرة اسبوعين ثلاثة عبال ما ابتدي افوق من اللي انا فيه وابتدي اروح تاني يحصل لي نفس الحكاية. انا حاسة ان انا بشيل في الحاجة كده، حاسة ان في تحتها حاجة، يعني زي ما حضراتكم شايفين. حاسة ان في حاجات في قلب الحاجة نفسها، يعني حاجة خفية كده في قلب الحاجات نفسها. والشقة غريبة جدا وكمية الحاجة اللي انا مطلعاها منها. انا لما كنت قافلاها ما كانش فيها الحاجات دي خالص. والبلكونه طلعت منها حاجات كتير جدا وانا ما كنتش سايباها فيها. في حاجات غريبه كده في الشقه مش عارفه فيها ايه ومش عارفه اعمل فيها ايه. فيدوني بالله عليكم يا جماعه. والشقه بقالي دلوقتي حوالي 4 شهور داخله فيها وفاتحاها عشان ان انا ابتدي اوضبها ولا اعمل فيها حاجه. بقول لحضراتكم كل ما ابتدي اخش الشقه بس عشان خاطر بس ابتدي ان انا انضفها عشان اي حد يجي يشتغل، لازم يحصل لي حاجة، لازم يجرى لي حاجة، لازم اتعب، لازم يحصل حاجة. يعني كذا مرة تعبت وكذا مرة رجليا اتلوت وتعبتني اكتر من شهر، كذا كذا مرة بصراحة يحصل لي حاجة. فانا مش عارفة ايه في الشقة بالظبط او في ايه بالظبط، دي عين ولا دي ولا في حاجة في قلب الشقة نفسها. بس يعني بصراحة مش هخبي عليكم، انا حاسة ان في حاجة في الشقة. الشقة مقفولة يا جماعة بقالها حوالي 14 سنة. وزي ما حضراتكم شايفين كده انا بحاول افضيها من كل حاجة. من فيها لا مؤاخذة زبالة، فيها حاجات كتير، فيها النيش ده، فيها الانتريه، فيها الحاجات دي كل ده. هنزله خالص كله دلوقتي. لازم افضيها خالص دلوقتي. ولازم ان انا ابتدي انضفها عشان اي حد يجي يشتغل فيها لازم تبقى نظيفة. وبشغل فيها قرآن سورة البقرة وكده. بس سبحان الله العظيم، مجرد والله العظيم يا جماعة ما بخبي عليكم، مجرد ما اجي اعمل فيها حاجة لازم يجرى لي حاجة بعديها على طول في نفس الوقت. يعني انا ما بكملش حاجة، ما بكملش مثلا ان انا جاي اتعب تاني يوم او يجرى لي حاجة تاني يوم، لا ده في نفس اليوم. ما بخرجش منها غير وانا تعبانة. يا اما عبال ما بروح المكان اللي انا قاعدة فيه بتعب. ادعوا لي يا جماعه بالله عليكم، زي ما حضراتكم شايفين شلنا التراب من على المخدات، كميه التراب كانت عامله ازاي. ودلوقتي بحاول ان انا اشيل التراب من على النيش. التراب لازق يعني. اقول لكم يا جماعه 14 سنه التراب لازق خالص. بس حاولت على قد ما نقدر، شلنا التراب. وبعد كده اتنفض وبعد كده هنخرجه دلوقتي قدامكم. في ناس هتاخد الحاجه دي هتشيلها وتنزلها. بحاول ان انا اهو انضفه ونكنس ونعمل الحاجه دي، وربنا هو الموفق وربنا هو الحافظ. وانا بشغل سوره البقره وسبحان الله العظيم. شايفين يا جماعة كمية التراب قد ايه اللي في المكان. انا بحاول على قد ما نقدر ان انا ما اعملش تراب عشان خاطر انا اتبهدلت بصراحة في اليومين بتوع التوضيب دول. وربنا بقى اللي يوفق. وهنشيل الحاجة دي النيش ده دلوقتي وهنفضي مكانه خالص. جبت ناس اهو هتنزله وهتشيله. هو تهمة يا جماعة، تقيل جدا جدا جدا، يعني كذا حد 3 ما شاء الله سبحان الله العظيم، يعني كانوا مش قادرين يشيلوه ولا ينزلوه بصراحة، تعبوا جامد منه. في تقل رهيب. دلوقتي اهو حتى بينزلوا الظرف لوحديها وهو لوحديه. وشايفين يا جماعه كميه التراب